حبيب قلبي شهر نوفمبر قرب. مادة التاريخ احتفظت فيها من رقم الدرسين اللي داخلين لك يا قلبي ولا يشغلك. لما نالك الدرسين نواتج تعلم واسئله مقاليه، كل ده في ورقه واحده وش وظهر. وان شاء الله باذن الله في اقل من ساعه سيادتك هتتفرج على تحليل الدرسين حته حته فقره فقره، عشان كل ما تبقى فاضي تذاكر لك فقره يا قلبي، وكمان بالاسئله المقاليه، وكمان حلينا لك 3 نماذج يحاكوا امتحان الشهر عشان ما تقلقش. اطمن احنا معاك، بس كل اللي طالبينه منك انك تشتغل. طلابنا في كل مكان من اسكندريه لحد اسوان، حبايب قلبي الصف الاول الثانوي، يا رب تكون بخير. فاكر العظمه اللي عملناها مع بعض في شهر اكتوبر؟ جايين نعيدها لك تاني في شهر نوفمبر. ايه اللي داخل عندنا في الامتحان يا مستر؟ داخل عندنا درس الحياه الاقتصاديه يا قلبي، وكمان داخل عندنا درس الحياه السياسيه والاداريه. طيب مستر بعد اذنك كده واحده واحده وحته حته، ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ ده يا قلبي من جوه عباره عن نواتج تعلم وتفسير واستنتاج، وكمان جايبين لك اشهر الاسئله المقاليه. هنشتغل عليها حته حته. يا مستر هنشتغل عليها حته حته. طيب مستر بعد اذنك، لما نيجي نشتغل على القصه دي هنشتغل ازاي واعمل ايه؟ لان انا مش عايز، او انا مثلا مش مذاكر درس الحياه الاقتصاديه اصلا. بص يا قلبي هنتفق اتفاق ايه مع بعض كده. طبعا اللي احنا هنشتغل عليه ده دي نواتج التعلم، وطبعا عاملين لك شويه اسئله كده هنتناقش فيها مع بعض. بس انا عايز اتكلم على حاجه. لو سيادتك مش مذاكر اصلا او مراقم الدرسين وخلاص الامتحانات قربت جدا، او الامتحان يعتبر خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده، فانا وجهه نظري المتواضعه يا قلبي خش اقرا الدرس، اقرا فقره فقره واشتغل عليه. يعني الحاله الاقتصاديه هتقرا لي المقدمه والتحليل بتاعها تبص عليه من عندنا. اما بقى مستر بالنسبه للزراعه تخش تاخد فكره عن الزراعه وتعرف هي بتتكلم عن ايه وايه المعلومات اللي عليها وتشتغل. ده في حاله ان انت مش مذاكر. طب انا لو مذاكر ارجع راجع دروسي يا قلبي، وبعد ما راجع دروسي ارجع بقى اتفرج على التفسير والتحليل وتمشي معايا، وعايزك لو انت شاطر تفسر قبلي. طيب يلا بينا يا مستر. بص بقى يا قلبي، الراجل قال لك كده بمنتهى البساطه، هنبدا الحياه الاقتصاديه. هنبدا ايه يا شباب؟ الله ينور علينا، هنبدا درس الحياه الاقتصاديه. فالراجل قال لك لقد خص الله مصر بالعديد من المقومات الاقتصاديه. فاكرين مقومات الاقتصاد؟ يا مستر كلنا فاكرينها. طب ايه اكتر مقوم من مقومات الاقتصاد فيهم كان ليه تاثير على الحياه الاقتصاديه؟ اقول لك نهر النيل. ليه؟ لانه علم المصريين الاستقرار ثم علمهم الزراعه. يبقى نهر النيل يا شباب ده اكتر حاجه هنشتغل عليها، او اكتر حاجه مهمه من مقومات الحياه الاقتصاديه. طيب كانت مصر مركزا تجاريا وحضاريا عظيما. بص، طالما مصر مركز تجاري وحضاري انت كده بتتكلم عن الموقع الجغرافي، كده بتتكلم عن الموقع الجغرافي. شهد الاقتصاد المصري تنوعا وازدهارا بسبب، بص اي تنوع يبقى بسبب تعدد مقومات طبيعيه. كده بقى اللي عليه او الكلام المظلل ده هو ده نواتج التعلم، ده اللي بيسالني عليه ويجي لي في الاختيارات وانا اختاره. تعالوا نجي حمو بسرعه كده. ايه اكتر عامل من المقومات الاقتصاديه اهميه؟ اقول له نهر النيل. طب ايه اللي هيخلي مصر مركزا تجاريا وحضاريا؟ اقول له الموقع الجغرافي. طب يا ترى هل ترى ليه اقتصادنا متنوع؟ بسبب تعدد المقومات الطبيعيه. طب لو قال لك يدل نجاح المصري على إقامة نهضة اقتصادية شاملة للبلاد، أقول له ده يدل على حسن استثماره للموارد الطبيعية. الراجل ده عارف يستثمر الموارد الطبيعية. هنبدأ مع بعض بقى يا شباب ونخش على أول حاجة عندنا من عناصر الحياة الاقتصادية وهي الزراعة. عايزك تجري بسرعة على مذكراتنا، أو اجري بسرعة على الكتاب الخارجي لو أنت مش معانا، أو اجري بسرعة على أي مذكرة أي مدرس تاني لو أنت بتتابعنا أونلاين. ويا قلبي يا محترم راجع الزراعه كويس وخد معلوماتها وارجع بقى خد التحليل. بص يا قلبي، الراجل قال لك ساعدت حرفه الزراعه اللي في مصر القديمه على، اقول له تنميه الشعور بالولاء والانتماء. ليه بقى؟ اصل هو قال لي ان المصري القديم ارتبط. يا مستر انا قريت المعلومه دي، ارتبط المصري القديم بالارض الزراعيه. يبقى معنى كده ان الزراعه يا قلبي هتعلم المصريين يبقى بالارض الزراعيه. معنى كلامنا ان الزراعه هتعلم المصريين، هتعلمهم ايه يا مستر محمد؟ قال لي والله العظيم هتعلم المصريين الشعور بالولاء والانتماء. دافع المصري القديم عن ارضه التي ارتبط بها نتيجه عوامل اقتصاديه. ليه عوامل اقتصاديه؟ فاكر لما ذاكرنا معلومه في الدرس وقلنا ان المصري ارتبط بالاراضي الزراعيه لانها اساس رخاء الاقتصاد واهم مصادر الدخل القومي؟ صح يا مستر، يبقى كده دي عوامل اقتصاديه. قال لك ارتبط المصري القديم لمصر الفرعونيه، او ارتبطت القوى الاقتصاديه لمصر الفرعونيه. قال لي اللي كان مدينا قوه اقتصاديه هو النشاط الزراعي، لان الزراعه اهم الانشطه. يرجع تنوع الغلات والمحاصيل وانا مغمض اختلاف درجه الحراره او تنوع المناخ. وده انت عارفه من الدرس الثالث عوامل قيم الحضارات، ان المناخ عنده ميزه اسمها التنوع، دي اللي بتنوع المحاصيل. طيب المحاصيل التي عمل المصري القديم على تأمينها وجودها وقت الأزمات. أكتر محصول كان بيحرص عليه المصري القديم علشان يأمنه وقت الأزمات كان يا قلبي
الحبوب الغذائيه اللي كانت تخزن في الصوامع. الصوامع دي مين فاكر يا قلبي؟ قلنا بناء مخروطي له سلم يصعد عليه العمال، له فتحه من اعلى يصب منها الغلال، وله باب من اسفل تؤخذ منه الغله وقت الحاجه. شفت الصوامع دي؟ قال لي المصري القديم بناها ليه؟ عشان عنده انتاج كتير؟ لا. امال بناها ليه؟ قال لك بناها السبب تجنب الاخطار الطبيعيه، وده كان ليه دلاله. خد بالك ده ليه دلاله. ايه الدلاله وايه السبب؟ يعني ايه مش فاهم. يعني لو قال لك انشا المصري القديم الصوامع بهدف تجنب الاخطار الطبيعيه، طب انشاء الصوامع كان دليل على، اقول له كثره انتاج مصر من الغلال. ركز وفرق بين الاثنين يا قلبي. طيب يا مستر، هيجي يسالني سؤال تاني ويقول لي لكل مشكلة حل. مقولة بتتقال كده يا شباب، لكل مشكلة حل، أو التدبير نصف المعيشة، أو الحيلة رسول الشدة. تنطبق هذه العبارة على، أقول له إنشاء الصومعة. ليه بقى يا مستر؟ هقول لك يعني أنا عندي إنتاج زيادة شوية، خدت الحاجة الزيادة دي وشلتها وخزنتها عشان لو جالي إنتاج قليل أفتح من اللي أنا مخزنه واخده. يعني من الآخر لو أنا احتجت ألاقي مخزوني اللي أنا مخزنه يفيدني قدام. طيب، كان الهدف من إنشاء الصوامع، أقول له تحقيق الأمن الغذائي. الهدف من إنشاء الصوامع كان تحقيق الأمن الغذائي. طيب مستر، ظهرت الملكية الخاصة في أنهي سلطة؟ أقول لك السلطة السياسية والسلطة العسكرية. ده ليه يا مستر محمد؟ قال لي والله عشان الراجل الفرعون كان بيدي الأراضي لكبار الموظفين، أيوه، وجنود المخلصين، وجنوده المخلصين. فهمنا يا أبطال؟ لو ده اشتغلنا عليه هنلاقي نفسنا في حتة تالتة تماما. طب السؤال اللي بعده، ظهرت الملكية الخاصة لدى أفراد الطبقة الثانية. ظهرت الملكية الخاصة لدى أفراد الطبقة الثانية، اللي هم من الطبقة الثانية برضه كبار موظفين وجنود المخلصين. طيب، كان نظام ملكية الأرض الزراعية في مصر الفرعونية، أقول له يفتقر للعدالة الاجتماعية، لأن الأراضي كلها ملك الفرعون، بس كان بيديها لمين يا مستر؟ قال لك كان بيديها لكبار الموظفين، وكان بيديها لجنود المخلصين، مش كل الناس. طب فين العلماء؟ طب فين المعلمين؟ طب فين الكهنة؟ طب فين؟ قال لك دي كده يفتقر للعدالة الاجتماعية. ظهرت الملكية الأوقاف مرتبطة أكيد بأسباب دينية. دي أرض أنا ببتدي إن أنا أخصصها للإنفاق على المعابد أو الإنفاق على، الله ينور عليك، الأهرامات أو المقابر. كان الملك يعطي بعض جنوده ملكية الأرض الزراعية. ده ليه يا مستر؟ يا إما بيقدرهم على جنودهم في المعارك، يا إما بيضمن ولائهم. يعني يا إما لضمان الولاء والسيطرة على الإدارة، يا إما الراجل ده كان بيبتدي إن هو يضمن ولائهم. خش على السؤال اللي بعده. هيجي يقول لك يا قلبي الإجراءات التي اتخذها سيدنا يوسف في مواجهة الأزمات دليل على، أقول له تفوقه في علم الإدارة. خد بالك أي أزمة هتدار صح دليل إن صاحبها متفوق في علم اسمه علم الإدارة. دراسة قصة سيدنا يوسف في حل الأزمات تدل على، أقول له تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. من الدروس المستفادة في قصة سيدنا يوسف، أقول له ترشيد الاستهلاك. الدروس المستفادة إن أنا أرشد استهلاكي، يعني لأن كان في 7 سنين عندنا ثروات ياما، ونفس القصة كان عندي 7 سنين ما فيهمش ثروات أصلا، وكان في جفاف، عشان كده لما شلنا من ال7 اللي مليانين غطينا ال7 القليلين. إنشاء سد اللاهون يدل على تطبيق ملوك مصر الوسطى، أقول له استراتيجية إدارة المياه العذبة، لأن سد اللاهون اتعمل لتخزين المياه عشان يوسع الأرض. ارتبط بناء سد اللاهون بحاجتين، جوانب اقتصادية عشان انت هنا بتبتدي تهتم بالزراعة وتزود الأرض الزراعية، وجوانب عمرانية يا قلبي لأن انت بنيت مدن جديدة حول بحيرة مورس. فاكر المعلومة دي؟ اللي هي بحيرة اسمها بحيرة قارون. طب يا مستر، بنى سد اللاهون، أقول لك ده في الأجزاء الغربية لوادي النيل. سد اللاهون على منخفض الفيوم، يعني غرب وادي النيل. يرجع السبب في اختيار موقع سد اللاهون، اقول له نواحي جغرافيه، ان السد ينفع يتبنى في الحته دي عشان يخزن الميه. يختلف السد العالي عن سد اللاهون، اقول له في تطور الزراعه والصناعه. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني السد العالي هيطور الزراعه وهيطور الصناعه، انما سد اللاهون كان سد لزياده الارض مش التطوير. طيب السؤال اللي بعده، هيجي يقول لك يا قلبي تتشابه النتائج المترتبه على انشاء سد اللاهون قديما والسد العالي، يبقى على طول زياده الارض الزراعيه. الأثر الاجتماعي لبناء سد اللاهون نشأة مدن، زيادة رقعة زراعية، يعني اقتصادي وعمراني، احنا لسه شرحنا لحضرتك فوق. ايه السؤال اللي بعده؟ هيجي يسألك ويقول لك لو قال لك بناء سد اللاهون يدل على تقدم المصري القديم فيه، بص، بناء سد يبقى هندسة،
هناك علاقة بين تحقيق الاكتفاء الذاتي أقول له وجهود المصريين في بناء الجسور والسدود. من ملوك مصر الذي تم مشروعات البنية الزراعية ابن محات الثالث، وبالمناسبة الراجل ده دولة وسطى، خلي بالك منه بقى. طيب يا مستر، يتشابه محمد علي في إنشاء القناطر الخيرية. القناطر الخيرية دي وأنت مغمض شبه سد اللاهون. طب مين بنى سد اللاهون؟ ابن محات الثالث. طب ابن محات الثالث ده يعود إلى الدولة الوسطى، يبقى يتشابه مع أحد ملوك الدولة الوسطى وهو ابن محات الثالث. وكده يا قلبي يبقى خلصنا أول عمود عندنا في الزراعة. طيب يا مستر، هناخده ايه تاني؟ اقول لك نكمل بقى ونخش على حاجه اسمها الصيد، ونخش على المعلومات بتاعتها وتربيه الحيوان. يلا بينا يا قلبي، يلا بينا يا مستر. بص يا سيدي، كده يبان معانا كويس. كده لو انت بقى خلصت الزراعه، فانت كده رجعت على الزراعه من مذكرتك او من كتابك او من مذكره حد تاني، وخدت نواتج التعلم والتفسير. طيب مستر، لو جيت كلمني عن تربيه الحيوان والصيد، ماله بقى تربيه الحيوان والصيد يا قلبي؟ بص بقى، هقول لك انتشرت تربيه الحيوانات في مصر بشكل واضح. هقول له انا عارف ان هي كانت في الدلتا، وكان في طبقه رعاه خاصه محترفين بيربوهم. يبقى انا كده بتكلم في الوجه البحري او مصر السفلى او الدلتا. اكتر حاجه بتلخبط زمايلي مصر السفلى، لان هو في اعتقاده ان لو انا رسمت خريطه مصر بالمنظر ده، فباعتقاده ان دي مصر السفلى. لا يا قلبي، اللي في الجنوب دي اسمها مصر العليا، واللي في النص دي اسمها مصر الوسطى، واللي فوق دي اسمها مصر السفلى. ليه مصر السفلى يا مستر؟ قال لك لان نهر النيل مرتفع من الجنوب والارض منخفضه من الشمال. طيب يبقى دي كده اللي هي الدلتا، عشان دماغك ما تروحش لبعيد. حلو كده يا مستر، انا عرفت ان تربيه الحيوان كانت يا اما وجه بحري، يا اما مصر السفلى، يا اما الدلتا. احتلت الابقار مكانه مهمه بين حيوانات الفلاح المصري، ويرجع ذلك الى اقول له تعدد وتنوع فوائدها. تعدد وتنوع فوائدها. طيب ارتبط تربيه الحيوانات بالدلتا لاسباب طبيعيه، اقول له وجود المراعي والحشائش. طالما في حشائش وفي مراعي، خد بالك ان دي بتنمو طبيعيا دون تدخل الانسان. يعبر الصيد في مصر عن التقسيم الطبقي. طبعا ده هو الراجل قال لي ان صيد الغزلان والاسود ده للطبقه العليا، اما صيد الاسماك للطبقه الوسطى والفقيره، لانه كان مصدر لكسب العيش والرزق. طيب من انواع الصيد الذي يفتقد اهميته عند العامه صيد البر، لان هنا بيصطاد صيد اسود وصيد غزلان، والاتنين مع بعض ليس لهم اي جدوى ماديه او اقتصاديه. كان صيد البر يقتصر على الطبقات العليا، فهو وسيله للترفيه. يشابه صيد البر يشبه صيد البر من حيث الهدف من رحلات السفاري، وسيله للترفيه. احتل صيد الاسماك مكانه اقتصاديه واجتماعيه عند المصريين. صيد الاسماك ليه مكانه اقتصاديه واجتماعيه. اعتمد صيد الاسماك في مصر الفرعونيه اقول له على الميه العذبه والميه المالحه، يا اما بيصطاد من البحر يا اما بيصطاد من النهر. يعود تقدم الصناعه في مصر الفرعونيه الى مهاره الصانع المصري وتوارث الاجيال وانتقال الخبرات. بص يا قلبي وركز معايا. كده انت راجل خلصت لنا تربيه الحيوان، وخلصت لنا الصيد، وخلصت لنا الزراعه. ارجع بقى عن الصناعه شويه في المذكره، وحاول تفتكر معلوماتها، وتعالى عشان تفهم التحليل. بص بقى لك ايه. ارتبط اتقان المصري القديم للصناعه بالجانب، اقول لك المصري القديم كان متقن صناعته قوي للجانب الاجتماعي، لانه يرث الحرفه من ابيه وجده، والجانب الاقتصادي لان ده عمل ويدر عليه فلوس، فيبقى جانب اقتصادي اللي هي الصناعه. يتضح معرفة المصري القديم لأسرار المواد الخام. أكتر حاجة عرفت المصري القديم أسرار المواد الخام تعدد استخدامات نبات البردي. نبات البردي بيصنعوا منه حاجات كتير جدا، فده بيدل على إن المصري اكتسب أسرار المواد الخام. أقدم الصناعات في مصر الفرعونية أقول له هي الصناعة الحجرية. أول صناعة ظهرت عندنا الصناعة الحجرية. كانت التربة مادة خام، التربة يعني الطينة أو الأرض أو الرملة. أقول له في الصناعتين، صناعة الزجاج لأنه من رمال الصحراء يعني التربة، وصناعة الفخار لأنه من غرين نهر النيل يعني الطمي. الصناعة التي تعتمد على البيئة الصحراوية أقول له صناعة الزجاج. الصناعة اللي بتعتمد على البيئة الصحراوية صناعة الزجاج. من الصناعات التي تعددت المواد الخام بها التوابيت. خد بالك ان التابوت احنا كنا بنصنعه من 3 حاجات، بنصنعه من المعادن زي الذهب تابوت توت عنخ امون، وبنصنعه من الخشب، وبنصنعه من الحجر. يبقى المادة الخام هنا متعددة ولكن المنتج واحد. السؤال اللي بعده، من الصناعات التي تعتمد على مواد خام مستوردة من الخارج، وانت مغمض الاساس السفن الابواب باللغة العامية اي صناعة فيها خشب، لان مصر كانت بتجيب الخشب من بره. السؤال اللي بعده،
استيراد المصري القديم الأخشاب من جهة الشمال الشرقي. المصري القديم كان بيستورد الخشب من الشمال الشرقي من فينيقيا. قالوا ده منذ عصر الدولة القديمة لما الملك سنفر خد بعضه وبعت أسطوله إلى 40 سفينة علشان يستورد الخشب من الخارج. عرف المصري القديم الأسطول التجاري، أقول له منذ عصر الدولة القديمة الملك سنفر. رحلات الملك سنفر اعتمدت على البحر المتوسط. أنا راجل طالع رايح فينيقيا اللي هي على ساحل البحر المتوسط. صناعة ورق البردي والزجاج، المصري القديم أول واحد اخترعهم في العالم، ده دليل على الأصالة، اعتمد على عقله واعتمد على إيده. ظهر تأثير النيل في الصناعات المصرية، أقول له من خلال صناعة البردي والصناعات الفخارية، بيصنع ورق بردي وبيصنع صناعات فخارية. تم الاعتماد على البيئة الحيوانية من خلال صناعة الأحذية، ده الجلود، قرب المية، الأرضيات للعربيات، المقاعد، أغطية الوسائد. يعني أنا هنا أتكلم على الصناعة الجلدية، دي الصناعة اللي أنا صنعتها من الحيوانات أو الثروة الحيوانية. من أكثر الفئات التي حصلت على حقوقها في مصر الفرعونية، أقول له فئة الصناع، لأن الملوك كانوا يتفاخرون بإعطاء الصناع حقوقهم. تمثلت الصناعة التي مارستها المرأة قديما وحديثا، أقول له النسيج. المرأة قديما كانت بتعمل نسيج على النول أو باستخدام أدوات خشبية. شكلت التربة المادة الخام للصنع المصري في صناعتين، الزجاج والفخار. قلنا الزجاج جاية من الرمال والفخار جاية من الطمي اللي هي الطينة بتاعت نهر النيل. طيب مستر، انا راجل قريت الصناعه وخلصت التحليل والتفسير والاستنتاج، اعمل ايه تاني بقى؟ اقول لك يا قلبي تخش كده على التجاره، تقرا التجاره داخليه وخارجيه ودور الدوله في التنميه، وبعد كده المشروعات، وتجيلنا بقى يا قلبي علشان نشتغل عليها. قال لي استرشد المصري القديم في اعماله التجاريه، اقول له باقوال الحكماء. المصري كانت واجهته اقوال الحكماء. قامت مصر بحركه التجاره الداخليه، اقول له في 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا. واوعى تنسى قول جمال حمدان ان مصر حجر الزاويه في الثلاثيه القاريه، يعني مصر بين 3 قارات. استوردت المصري الزيوت من جهه، اقول له الجنوب والغرب. الجنوب في السودان والغرب في ليبيا، عشان كده جبنا الزيوت من هناك. وصل النشاط التجاري المصري لجزر البحر المتوسط، انا بجيبها لكم في الامتحانات على طول يا شباب، خلي بالكم منها، عصر الدوله الحديثه. سبق المصريين البرتغاليين في اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، اقول له ده كان موجود في عصر اسمه عصر النهضه. يبقى ده يا قلبي كان موجود في عصر اسمه عصر النهضه. ايه عصر النهضه ده؟ قال لك الاسره ال26 لما الملك نخاو لو تفتكر جاب رحله خلاها تلف حوالين فينيقيا في، برافو عليك سمعك، الله اكبر عليك يا محترم، في 3 سنوات. استعان الملك نخاو بالفينيقيين، اقول له بسبب خبرتهم البحريه ونشاطهم الاقتصادي. الناس دول وموقعهم الجغرافي عندهم 3 اسباب خلت الملك نخاو يعتمد عليهم بصوره اساسيه. ناس عندهم خبره بحريه، ناس عندهم نشاط اقتصادي، ناس عندهم موقع جغرافي متميز. قال لك القيام بالرحله للدوران حول افريقيا كان لتحقيق اهداف استكشافيه، انا بكتشف طرق تجاره جديده، وخلي بالك من المعلومه دي. عبرت رحله نخاو، اقول له بالمحيطين، طلعت من البحر الاحمر يعني عدت على الهندي، ثم لفت ودخلت من البحر المتوسط يعني عدت على الاطلنطي. اصبح النقل البري اكتر سرعه، اقول له في عصر الدوله الحديثه، انت كنت قايل في الحصه يا مستر، استخدام عجلات او استخدام عربات، مالها بقى؟ قال لي تجرها الخيول. ايه السؤال اللي بعده؟ مثلت منطقة الجنادل عقبة أمام التجارة المصرية، أقول له في العصر العتيق والدولة القديمة وعصر الانتقال الأول. عصر عتيق ودولة قديمة وانتقال أول. ليه عصر عتيق؟ الجنادل كانت بتخوف التجار، والدولة القديمة والانتقال الأول. طب إيه اللي حصل في الدولة الوسطى؟ جالي ملك اسمه الملك سنوسرت، برافو عليكوا، التالت، ماله ده؟ أو الملك ده حفر قناة في الجندل الأول فسهلت على مصر التنقل مع شمال السودان يا قلبي. طيب مستر، مكملين مع بعض وهيشتغل معاك بقى ويقول لك تعال بس نظبط لك الشاشة الأول. الله ينور. بص يا قلبي، هيجي يقول لك ركزت المشروعات التي قام بها ملوك الدولة الوسطى، أقول له على تنمية التجارة مع بلاد بونت وبلاد النوبة، سواء كانت قناة اسمها قناة سيزو استريس، او سواء الجندل الاول اللي كان يا شباب موجود وبيوصلني لبلاد النوبه، او سيزو ستريس توديك لبونت. القاسم المشترك في مشروعات التنميه التجاريه التي اقامها الملك سنوسرت الثالث، اقول له تنشيط التجاره جهه الجنوب. الراجل ده كان مهتم جدا انه يتاجر مع بونت ومع فينيقيا. تمثلت اكبر صحوه للعلاقات مصر الخارجيه في مجال التجاره قديما، اقول له على ايد حتشبسوت. اي صحوه تجاريه
او تجاره خارجيه وانت مغمض، حتشبسوت. قال لك من الملوك التي كان لها دور في ازاله العقبات التي تواجه التجاره الخارجيه لمصر، خد عندك بقى الملك سنوسرت الثالث، وده في الدوله الوسطى، وده في الاسره ال11 او الاسره ال12. طيب مستر، الملك الذي يعد صاحب الفضل في إقامة علاقات تجارية مع إحدى دول ساحل البحر المتوسط، أقول له الملك سنفرو. الملك ده اسمه الملك سنفرو. استهدف الملك سنوسرت الثالث شق قناة في صخور الجندل الأول، أقول له لتسهيل حركة الصادرات المصرية من منتجات كتان وحبوب إلى النوبة. الراجل ده كان عايز يتاجر مع النوبة أو شمال السودان. هيجي يقول لك هيقول هنا يا بطل، يرجع اختيار مدينة أسوان كمركز للتبادل التجاري في مصر الفرعونية عوامل جغرافية. شمال السوق، بص، مدينة أسوان تبقى عوامل جغرافية. أكتر الملوك استفادة من أعمال ملوك الدولة الوسطى اقتصاديا الملكة حتشبسوت، هي اللي بعتت رحلة بونت عن طريق قناة سيزو استريس اللي هتمر بالبحر الأحمر. تشابه حتشبسوت ونخاو وسنوسرت الثلاثة عملوا خدمات للتجارة الخارجية. كان الهدف من رحلات حتشبسوت تنمية التجارة مع أفريقيا، وده رحالة مصري كان بينزل يستكشف الأماكن، وكان عنده هدف جميل كده، والهدف ده احنا قلنا عليه إن هو تنشيط حركة التجارة. من الواردات التي لا دور روحي أقول له البخور. ليه؟ أقول له لأنه كان يستخدم في التحنيط، وكان بيجي من السودان من جهة الجنوب. ارتبطت عملية التحنيط بمصر الفرعونية بمواد مستوردة، أقول له من الجنوب، السودان، الزيوت والبخور. تختلف قناة السويس عن قناة سيزو ستريس، قال لي في المسافة التي تقطعها. كانت التجارة بين مصر وشمال السودان تعتمد على النقل البري فقط خلال، أقول لك، عصر عتيق، عصر دولة قديمة، عصر انتقال أول، أي قبل العصر الوسطى. بص، اي تجاره مع شمال السودان يا شباب كانت بريه، بس التجار كانوا بيخافوا من الجنادل لحد ما جه الملك سنوسرت في الاسره ال12 دوله وسطى وعمل قناه قسم بيها الجنادل. فخلي بالك بقى، اي حاجه قبل سنوسرت كانت التجاره بريه بس. لو جاب لك صوره عليها ناس بيعملوا رحله تجاريه او ناس راكبين مركب، اقول لك توضح الصوره دي رحله الملكه حتشبسوت على جدران الدير البحري، اقول له اهتمامها ببناء السفن التجاريه. أصبح نهر النيل منفذ التجارة الخارجية، أقول له منذ الدولة الوسطى. ليه منذ الدولة الوسطى؟ علشان يا قلبي الملك سنوسرت استطاع إن هو، الله ينور عليك، يشق القناة في الجندل الأول. العامل المؤثر، ما قلت هنا يا شباب، عندي العامل المؤثر على تحديد أسواق التجارة الخارجية في مصر، أقول له الحدود الطبيعية. بعد كده هقول لك من عناصر البيئة التي ساهمت في بناء سد اللاهون البيئة الصحراوية. طيب اللي بعده، تأثرت المنتجات في بلاد النوبة ببعض الصناعات المصرية، أقول له دليل على الاحتكاك الحضاري أو التواصل الحضاري. أهم ما صدرته مصر إلى بلاد شمال السودان قديما الصناعات المعدنية، كانت بتصدر الصناعات المعدنية كتير جدا. مشاريع التنمية التجارية التي أقامها الملك سنوسرت ساعدت على تنشيط التجارة مع دول شرق أفريقيا اللي هي بلاد بونت، وممكن كمان دولة النوبة أو السودان. حبيب قلبي الراجل قال لنا أول رحلة بحرية مصرية قامت في عهد، أقول له الأسرة الرابعة الملك سنفرو، اللي هو بالمناسبة دولة قديمة، احفظ يا قلبي. السؤال اللي بعده، كان أقصى اتساع جغرافي لمصر الخارجية، أقول له في العصر المتأخر. طب يرتبط إنشاء سنوسرت الثالث لقناة سيزو ستريس، أقول له بالعلم، الهندسة والجغرافيا. أكتر ملوك مصر اهتماما بمشروع النقل المائي، أكتر ملوك مصر اهتماما بمشروعات النقل المائي، أقول له الملكة حتشبسوت، بس هنا ممكن ندخل معاه الملك سنوسرت الثالث. ليه؟ لأنه عمل قناة سيزو ستريس وده نقل مائي، وعمل الجندل الأول وده نقل مائي. إنما الملكة حتشبسوت هتبقى تجارة. السؤال اللي بعده، يحتوي معبد حتشبسوت على صور ورسوم يدل على اهتمام مصر في الوقت ده ببناء السفن التجاريه. اي صوره لاي ناس راكبه مراكب على معبد حتشبسوت يبقى زي ما اتفقنا. طب مستر، كده انا خلصت كل التحليل والتفسير بتاع الدرس الاول اللي علينا، بس شويه الاسئله المقاليه بتعتمد على حفظ سيادتك للدرس. لو انت مش قادر تحفظ الدرس، خد الافكار دي زي ما هي واحفظها. بص بقى، اول سؤال قال لك اثبت او عيب بالادله. يعني انا عايزك تثبت لي الكلام ده. اختلفت نظره المجتمع المصري القديم للصيد، احكي له بقى عن الصيد. هقول له حيث نظرت الطبقه الغنيه للصيد خاصه صيد البر على انه وسيله للترفيه،
بينما نظرت الطبقة الفقيرة لصيد الأسماك باعتباره مصدر أساسي للغذاء. الناس الأغنياء مش محتاجين يا قلبي إن هم يصطادوا عشان يبيعوا عشان يكسبوا فلوس، الناس دول بيطلعوا للترفيه، بينما الناس الفقراء بصوا للسمك على إنه مصدر للرزق ولازم يستغلوه. السؤال رقم 2، بص يا قلبي، قال لك الأزرق أحلى. قال لك اثبت يعني دلل العبارات الآتية: اهتم ملوك مصر الفرعونية خلال الدولة الوسطى بالتوسع المعماري غرب وادي النيل. كده هو بيكلمنا عن سد اسمه سد اللاهون، احكي عنه بقى. حيث تم إنشاء مدن جديدة حول بحيرة مورس الواقعة غرب نهر النيل، وذلك بعد إقامة سد اللاهون اللي أنا قلت لك عليه في عهد الملك ابن محات الثالث أحد ملوك الدولة الوسطى. يبقى سد اللاهون ابن محات الثالث قناة سيزوس تريس سونو سيرت الثالث، اوعى تتلخبط. أي بالأدلة التاريخية حدث تعاون حضاري بين مصر الفرعونية والحضارة الفينيقية في الكشوف. كده بيكلمنا عن عصر النهضة الملك نخاو الثاني، احكي عنه. حيث استعان الملك نخاو الثاني أحد ملوك عصر النهضة بالبحارة الفينيقيين للدوران حول أفريقيا، حيث بدأت من خليج السويس وعادت عن طريق مضيق جبل طارق، واستغرقت الرحلة نحو 3 سنوات. الله ينور عليك يا قلبي. خش على بعض. بص بقى كده احنا يا شباب ابتدينا نشتغل واحده واحده، الحمد لله فضل من عند ربنا عز وجل. خلصناه لسيادتك تحليل، تفسير، استنتاج، وخدنا الدرس الاول كله في ورقه واحده. يبقى انا كده ماشي بنمط مش وحش، نمط كويس جدا جدا جدا. وكده بقى اطلب من سيادتك طلب: لو عندك وقت قوم كده ريح شويه، قوم صلي، قوم خد لك كوبايه نسكافيه، فوق نفسك، وبعد كده ارجع بقى علشان نخش على الدرس التاني بعنوان الحياه السياسيه والحياه الاداريه. بص يا قلبي بقى، قال لك لو هنتكلم عن الحياه السياسيه والحياه الاداريه زي ما اتفقنا وزي ما احنا متعودين، مذاكر درسك ارجع ذاكر الفقره الواحده وخش ذاكرها من التحليل، خد فقره وحلل، خد فقره وحلل. انما لو سيادتك مش مذاكر اصلا، فسيادتك هتاخد معلومات عنها وتقرا عنها كده واحده واحده، وتبتدي تخش تحاول تشوف التحليل بتاعها. قال لك انا وانت عارفين كانت المبادرة الأولى للاندماج السياسي في مصر، وكلمة الاندماج هنا يا شباب بيكلمك عن الوحدة. هتقول له على طول كانت محاولة أو مبادرة شمالية. ليه مبادرة شمالية؟ لأنها جت من أحد حكام الدلتا. ساعد الطابع السهلي للأراضي المصرية على أقول له الاندماج المجتمعي. يبقى اللي هو له الطابع السهلي خلى المجتمع يندمج مع بعضه البعض. أولى خطوات الوحدة السياسية لمصر أقول له التجمعات الريفية، ظهور القرى، بدأت بالقرى ثم المدن ثم الأقاليم ثم الوحدة الأولى. ما طار طيرا وارتفع إلا كما طار وقع. تنطبق هذه المقولة على أقول له توحيد مصر لأول مرة 4242، لأن بعدها البلد اتقسمت إلى إيه يا قلبي؟ إلى نصين، نصف شمالي ونصف جنوبي. الله ينور علينا. قال لك العامل الأساسي الذي دافع المصريين القدماء إلى الاتحاد أقول له كثرة خيرات مصر وخصوبة أرضها، إن مصر عندها خيرات كتير وكمان أرضها أرض خصبة بطريقة كبيرة جدا. طيب مستر، خلصنا المقدمة، هنخش على عناصر الحكم. أول عنصر بيظهر معاك مع سيادتك يا فندم الفرعون اللي هو الملك. ارتبطت السياسه بالدين اقول له على طول وانا مغمض اعتقاد المصري القديم بالملكيه المقدسه. قلنا في الحصه يا قلبي لما قعدنا وقلنا ان المصري القديم ربط السياسه بالدين لانه نظر للملك على انه اله مقدس يسير على الارض، يعني ملكيه مقدسه. استطاع الفرعون ان يكتسب الطاعه العمياء اقول له من خلال اضافه صفه قدسيه لشخصيته. قال لك انا اله فالناس كلها تسمع كلامي. يعاب على النظام السياسي في مصر اقول لك العيب او النقد عدم الفصل بين السلطات. يعني انت عندك الفرعون له الحق في اصدار القوانين، ده كده مثل سلطه تشريعيه، له الحق في اداره السياسه الداخليه، ده تنفيذيه، له الحق مش عارف في ايه، ده اداريه. يعني الفرعون كان ليه كذا سلطه مش سلطه واحده. خش على السؤال اللي بعده. تحكم الفرعون في الجهاز الاداري اقول له من خلال تعيين الوزراء وكبار الموظفين، الموظف اللي مش عاجبه يمشيه والموظف اللي عاجبه بيفضل قاعد ويبقيه. طيب مستر اديني شويه حاجات كده نشتغلوا عليها سوا، يلا بينا. من المهام الاداريه للفرعون، المهام اللي فيها اداره الاشراف على المشروعات. من المهام العسكريه قياده الجيش، اعلان الحرب، عقد معاهدات. من المهام التشريعيه اصدار القوانين. من المهام الدبلوماسيه عقد المعاهدات الخارجيه. اعلى سلطه مثل اعلى سلطه دينيه في البلاد الفرعون، لانه كان ملك مقدس، يعني الشعب كان بيعبده. خش على اللي بعده.
عندك الوزير، بص بقى يا قلبي، اعتمد منصب الوزير في بدايته بالاعتماد على اهل الثقه او القرابه، وده كان تقريبا في عصر الدوله القديمه. الاعتماد على اهل الثقه في منصب الوزير يدل على اهميه منصب الوزير نفسه، عشان مهم، عايز حد مهم هو اللي يتحكم فيه او هو اللي ياخده. اعتمد منصب الوزير على اهل الكفاءه والعلم، ده في عصر الدوله الحديثه، اوعى تنسى. زادت مسؤوليات الوزير في عصر الدوله الوسطى. انحصرت مساحه جغرافيه اللي بيغطيها الوزير في عصر الدوله الحديثه. ليه بقى؟ بسبب اتخاذ وزيرين، فقسمنا المساحه اللي بيغطيها وزير واحد على وزيرين. جمع الوزير في يده 3 سلطات. السلطة التشريعية كان لها الحق في إصدار القوانين، السلطة القضائية ده كان كبير القضاة، السلطة التنفيذية كان بيسمع أو بينفذ أو رئيس الحكومة المركزية. طب بعدين قال لك جمع الوزير عدد من السلطات، ما عدا الوزير كان بيجمع سلطات كتير ما عدا السلطة الدينية، الوزير ما كانش مقدس. السلطة العسكرية، الوزير ما كانش ليه دعوة بأي حاجة في الجيش. السلطة الدبلوماسية، الراجل ده ما كانش بيوقع أي معاهدات. طب ظهر منصب تفويض السلطة في مصر الفرعونية، أقول له من خلال منصب الوزير سن القوانين بتفويض من الملك. افهم المعلومة. من مهام الوزير التي ارتبطت بالسلطة التشريعية، مهام الوزير اللي كان ليها سلطة تشريعية إصدار القوانين بتفويض من الملك. أعطى الملك الوزير بعض السلطات، ومنها التنفيذية الإشراف على المشروعات، والتشريعية إصدار القوانين. كان يرأس السلطة الثانية في مصر الفرعونية الوزير من خلال تولية منصب كبير القضاء. السلطة الثانية في مصر يبقى الراجل ده كان كبير القضاء. طيب أنا خلصت. أقول لك خش يا قلبي على الإدارة المركزية، اقراها وافهمها وتعالى نحللها سوا. بص يا قلبي، يتشابه مجلس العشرة الكبار مع كاتم الأسرار أن كل منهما طريقة تعيينهم واحدة، اختيار الملك لهم، كان بيختارهم الملك. امتلك العشرة الكبار سلطة إدارية، كان يدير المشروعات ويدير البلاد. كانت دواوين الحكومة أغلبها أقول له ذات طابع اقتصادي، دواوين الحكومة أغلبها ذات طابع اقتصادي. كانت الوظيفة التي تضمن حياة أفضل للشاب المصري أقول له وظيفة الكاتب. استحال على الكاتب تولي منصب الوزير أقول له خلال عصر الدولة القديمة. ليه؟ لأن كان في الدولة القديمة منصب الوزير بيكون من أهل الثقة، يعني أهل الفرعون، والكاتب ما كانش من أهل الفرعون. أكثر الوظائف التي ارتبطت بتحسين الأوضاع الاجتماعية للأفراد الوظيفة الإدارية، إن هو يبقى كاتب أو حاجة في الإدارة فيقدر يترتب أو يترقى. كان لوظيفة الكاتب يا شباب في مصر الفرعونية أهمية اجتماعية، أهمية سياسية. وظيفة الكاتب كان ليها أهمية اجتماعية وأهمية سياسية. طب مستر، الراجل قال لنا أقدم المناصب ظهورا في مصر الفرعونية أقول له منصب حاكم الإقليم. منصب حاكم الإقليم. إزاي يا مستر حاكم الإقليم قبل الفرعون وقبل الوزير؟ أقول لك يا قلبي، مش احنا اتفقنا إن مصر أول ما بدأت بالقرى الزراعية، ثم مدن، ثم أقاليم. طب ما الإقليم كان ليه حاكم. الإقليم ظهر ثم ظهرت الدولة، يبقى حاكم الإقليم كان الأول ظهورا، ثم لما توحدت الدولة ظهر الفرعون، ولما زادت مسؤوليات الفرعون هيطلع لك الوزير. خلي بالك يا قلبي من المعلومات الصغنططة دي. العلاقة بين الملك وحكام الأقاليم علاقة عكسية، زادت قوة الملك قلت قوة حكام الأقاليم والعكس. توقف نظام التوريث منصب حاكم الإقليم عصر الدولة الوسطى، عصر سنوسرت الثالث. عمل إيه سنوسرت الثالث؟ وضع نظام حلو كده عشان يسيطر على حكام الأقاليم. تتضح إنجازات الملك سنوسرت الثالث في مجال اقتصادي ومجال إداري. اقتصادي قناة سيزوستريس، مجال إداري حد من نفوس حكام الأقاليم. تمام يا مستر؟ كده احنا ماشيين كويس قوي يا شباب، علشان نخش بقى على الجزء بتاعنا ونكمل باقي تحليلنا. بص يا قلبي بقى، الراجل هيكلمك ويقول لك أصلح الملك سنوسرت الثالث ما أفسده الآخرون. أقول له والله أصلح ما أفسده الآخرون في المجال الإداري. نتج عن الإصلاحات الإدارية للملك سنوسرت الثالث أقول له تجديد الدماء والإدارة المحلية. حدث تغيير ملموس في النظام الإداري بمصر الفرعونية أقول له في عصر الدولة الوسطى من خلال إلغاء توريث حاكم الإقليم. يتشابه الملك سنوسرت مع الملك منتحتب الثاني في زيادة نفوذ قوة الحكومة المركزية. سنوسرت ومنتحتب الاثنين أخضعوا حكام الأقاليم. أهو كاتبها لك، أخضاع السلطة المركزية حكام الأقاليم. ارتبط ترسيخ مبدأ المساواة والكفاءة واختيار الأقاليم أقول له بداية من الدولة الوسطى. الله ينور عليك. طيب مستر،
عندي حاجه اسمها الصوبه الاجتماعيه. عايزك بقى يا بطل الابطال تذاكر لي الصوبه كده حته حته وتقرا عنها كويس، وتعالى نخش ناخد تحليلها. يلا بينا. اهتزت المكانة الملكية المقدسة للفرعون المصري، أقول له في نهاية الأسرة الستة. ليه بقى؟ قال لك والله الملكية خلاص اتغيرت، لأن نهاية الأسرة الستة كانت قامت الثورة ضد الملك بيبي الثاني، وابتدى الشعب ما يشوفهوش حاكم مقدس، بالعكس الشعب شايفه حاكم يجب أن يرعى شؤون شعبه، والصفة القدسية ابتدت تقل، عشان كده اهتزت. نظر الشعب إلى الفرعون بعد الثورة الاجتماعية على أنه حاكم يجب أن يرعى مصالح شعبه ويعبر عن طموحاته، وتدل ذلك على رفع قيمة الفرد. أنا لما أبص للملك إن هو مش ملك مقدس وأقول له أنت حاكم لازم تخلي بالك مني، يبقى أنا برفع قيمتي أو رفع قيمة الفرد. تعرضت مصر الفرعونية في نهاية الأسرة السادسة لأحداث مهمة أفرزت عنها عدة قيم، ومنها أقول له قيمة المواطنة. قيمة المواطنة، العدل والاستقرار وجهان لعملة واحدة، أقول له ظهر بيع عكس ذلك الأسرة الستة. ليه بقى؟ لأن لكن العدل والاستقرار وجهين لعملة واحدة، لما العدل راح فبالتالي حس المصريين بالظلم، قامت ضدهم ثورة كبيرة جدا جدا اسمها الثورة الاجتماعية. جانا المصري القديم استمر الثورة الاجتماعية، أقول له في عصر الدولة الوسطى، لأن خد بالك دخلنا في عصر فوضى بعد الثورة، بس جاننا استمرار في عهد الدولة الوسطى. السؤال اللي بعده ممكن يجي يقول لك من اهم الاسباب الاقتصاديه لقيام الثوره في اواخر الدوله القديمه، اقول له غياب العدل في توزيع الثروات. اي حاجه فيها فلوس يبقى دي اقتصاديه. السبب الحق من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. العباره دي تدل على ضروره الحفاظ على مكاسب المجتمع. كان السبب في اندلاع الثوره ضد الملك بيبي الثاني، اقول له التفاوت الطبقي، الناس الاغنياء فضلوا يزدادوا غنى والناس الفقراء فضلوا يزدادوا فقر. طب لو جينا نحلل القضاء، هقول له تعدد منصب كبير القضاء في عصر الدولة الحديثة. ليه تعدد؟ لأن كان عندي وزيرين. طب ايه علاقة الوزيرين بده؟ إن الوزير كان بيشتغل كبير القضاء، كده بقى عندك 2 كبراء قضاء. طيب مستر، عايز بقى أحلل الجيش. يلا بينا يا قلبي، يلا بينا. بص يا جميل، الراجل هيقول لك كده واحدة واحدة. أول ما نتكلم عن الجيش فالراجل هيقول لك اول نقطة عندنا في الجيش، هتقول لي كان المصري القديم يفضل الحياة الهادئة، اقول له للحفاظ على المكاسب اللي حققها. ظهرت بداية فكرة تكوين جيش، ودي كلمة اسمها دي يا شباب هنقوله كلمة اسمها بواكير. يبقى دي كلمة يا شباب اسمها بواكير بدايات جيش، اقول له خلال عصر الدولة القديمة. أول جيش نظامي في مصر خلال الدولة الحديثة، بعد ما الملك أحمس طرد الهكسوس وأسس الدولة الحديثة بنى لنا جيش قوي جدا. كانت أول معركة للجيش أقول له في عصر الدولة القديمة، بالظبط في عهد الملك بيبي الأول، بالظبط كان القائد اللي اسمه ويني، كانت ضد قبائل فلسطين. الله ينور عليك يا بطل، يبقى احنا كده ماشيين خطوة خطوة وحافظين درسنا كمان. طب اللي بعده، ظهرت أول أعياد مواكب النصر، أقول له في عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة لأننا حققنا نصر ضد قبائل فلسطين. مثلت الحدود الشمالية الشرقية خطر على مصر، أقول له منذ عهد الدولة القديمة، برضه بفضل قبائل فلسطين كانت جاية من الحدود الشمالية الشرقية. استعمل المصري سلاح العجلات الحربية من الهكسوس بعصر الدولة الحديثة، يدل على الاحتكاك الحضاري، إن احنا كنا بنعمل احتكاك حضاري بيهم. إيه السؤال اللي بعده؟ هيقول لك ظهرت خطورة الأحلاف العسكرية على مصر ده في عهد الدولة الحديثة، لما جالي الحيثيين وجالي أمراء آسيا وجالي الناس دول اتحالفوا مع بعض، وفي عهد الملك رمسيس الثالث اتحالفوا شعوب البحر المتوسط ضدنا. حرص المصريين القدماء على السيطرة على سوريا لتحقيق أهداف أمنية أو تأمين المجال الحيوي أو الأمن القومي أو أهداف استراتيجية وهي الحفاظ على حدودنا. أكتر الأنشطة الاقتصادية ارتباطا بحماية حدود مصر الشمالية، أقول له ده في عصر الدولة الحديثة كانت الصناعة. ليه؟ أقول له لصناعة السفن. طب صناعة السفن ليه؟ لأن في ناس اسمهم شعوب البحر المتوسط جم هجموا عليا. ظهر تهديد الحدود الشمالية لمصر في عهد الدولة الحديثة. استطاع تأمين حدود مصر الشمالية رمسيس الثالث، أول معركة بحرية. ظهرت الشرطة ككيان مستقل عصر الدولة الحديثة. اهتم المصريين القدماء ببلاد النوبة بتحقيق أهداف المصريين القدماء اقتصادية وعسكرية، تحقيق الأمن القومي كمان ودعم الاقتصاد المصري. طب اللي بعده هيجي يسألني ويقول لي
تم تقسيم النوبة على نهج التقسيم الإداري المصري، دليل على أن النوبة جزء لا يتجزأ من مصر. يتم تقسيم شمال السودان على نهج التقسيم الإداري في مصر في عهد الدولة الوسطى. اشترك سكان شمال السودان في الجيش المصري، ليه؟ دليل على شعورهم بالانتماء لمصر، مبدأ المواطنة. ظهر مصطلح الملكية المقيدة بعد الثورة بسبب تطبيق مبادئ سيادة القانون، الكل ملتزم بالقانون. خش لي بقى يا قلبي على الأسطول. قال لك زيادة حاجة مصر إلى استيراد الأخشاب في عهد الدولة الحديثة. ليه عهد الدولة الحديثة؟ لأن عهد الدولة الحديثة ده العصر الذهبي للبحرية المصرية أو للأسطول. الشرطة ظهرت كهيئة مستقلة في عهد الدولة الحديثة. خلي بالك من المعلومة دي يا قلبي، في عهد الدولة الحديثة. طيب مستر، مكملين مع بعض يا شباب واحدة واحدة. بيقول لي بقى بص يا سيدي، الراجل هيجي يكلمك ويقول لك عندنا حاجة اسمها تواصل سياسي وعسكري وفيها كام معلومة خلي بالك منهم. أول معلومة، زيادة الروابط الاجتماعية والثقافية. حلو. بدول آسيا، أقول له في عهد الدولة الحديثة، لأن عملنا معاهم معاهدة سلام وكمان حصل ما بيننا وما بينهم انصهار أو تزاوج. مشاركة النوبيين في الجيش المصري، النوبة دليل على موهبتهم وكفاءتهم. الإجراءات التي قام بها الملك سنوسرت الثالث شمال السودان تدل على فطنته السياسية أو براعته السياسية أو تفوقه السياسي. اهتمت مصر بالتواصل مع شمال السودان لأسباب عسكرية وأمنية اقتصادية. يجي يقول لك أسئلة مقالية. بيقول لك يا قلبي اثبت صحة العبارة التالية. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا مستر. ايه بقى صحة العبارة؟ قال لك ارتبطت السياسة بالدين عند المصريين. الكلام ده صح ولا غلط؟ اقول له اه صح، انا فاكر كلموا عن الملك المقدس حيث اعتنق المصريون. اعتنقوا ايه بقى؟ اقول له تاني، اعتنق المصريين القدماء فكرة الملكية المقدسة، لأن الفرعون في نظرهم إله على الأرض يدير شؤون البلاد وفي يده كل السلطات الدينية الدنيا. وهي كل سنة وأنت طيب، خلي بالك من المعلومة دي. هيجي يقول لك ما العلاقة؟ ما العلاقة بين مكانة الفرعون وبين التغيرات الاجتماعية في مصر القديمة؟ أقول لك بص، قبل التغيرات الاجتماعية الفرعون ده يا قلبي كان عبارة عن ملك مقدس. قال لك كان في مصر الفرعونية للفرعون هيبة كبيرة وسلطة مطلقة، وكان المصريين ينظرون له نظرة الملك المقدس. ولكن تغيرت هذه النظرة بعد قيام أول ثورة اجتماعية في أواخر عصر الدولة القديمة، وده كان بسبب الظلم والاضطهاد. فبدأ المصريين ينظرون للملك كحاكم يجب أن يرعى مصالحهم كملك مقدس. اللي بعده، الفكرة التالتة يا شباب. هيجي يقول لك يا قلبي دلل تاريخيا، يعني اثبت أو اشرح. كان العلم وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في مصر. اتكلم عن الوظائف الكتابية، حيث أطاحت الوظائف الكتابية في مصر الفرعونية فرصة أمام الشباب. الشاب المصري المتعلم لتحقيق مستقبل مشرق للعمل كموظفين وكتابة أو كتبة داخل إدارات الحكومة المركزية. طب لو قال لي اثبت. كانت معركة التحرير 1571 قبل الميلاد حدا فاصلا بين عصرين تاريخيين. أقول له صح، حيث كانت المعركة 1571 بقيادة الملك أحمس نهاية لعصر الانتقال الثاني وبداية لعصر جديد وهو عصر الدولة الحديثة. الفكرة رقم 7. بص يا قلبي، قال لك استنتج جعل ملوك الدولة الحديثة، السبب اللي جعل ملوك الدولة الحديثة يعتبرون الحروب في سوريا حروبا دفاعية. أقول له لأن سوريا كانت تمثل الامتداد الحيوي لمصر وجزء من الإمبراطورية المصرية وخط الدفاع الأول عنا من جهة الشمال الشرقي. لذلك خاضت مصر حروب في سوريا للدفاع عن الأمن القومي المصري في آسيا. السؤال اللي بعده، اذكر أهم ما يتميز به جنود الجيش المصري في مصر الفرعونية. أقول له تتميز الجنود الجيش المصري الفرعونية بالتعامل بكل تحضر مع المدنيين والمنشآت المدنية، مدركا ان قوته ليست في عسكريته بل في سلوكه. الجيش ما كانش بيحب ان هو يعتمد على استخدام القوة المفرطة زي ما احنا متخيلين، بالعكس الجيش كان محترم جدا جدا جدا. طيب س9، الراجل قال لك ايه الاثر الناتج عن اهتمام ملوك مصر الفرعونية بالاسطول في عصر الدولة الحديثة؟ اقول له 1، هزيمة شعوب البحر المتوسط وتحطيم اسطولهم امام شواطئ الدلتا، انقاذ مصر من خطر وكمان من خطرهم واستعادة السيطرة على الحدود الشمالية. دلل تاريخيا على صحة العبارة. كان للدولة الحديثة في مصر الفرعونية دور في تعزيز التواصل الحضاري مع دول غرب آسيا. أقول له صح، لأن الملك تحتمس الثالث بعد انتصاره في معركة مجده عمل روابط اجتماعية وثقافية مع بلاد آسيا.
طب يا مستر، اخر سؤال عندنا في المراجعه كلها هيقول لك دلل بالامثله على صحه العبارات التاليه. عرف المصريين القدماء صناعه السفن منذ الدوله القديمه. هتقول له عايز سؤالنا الدوله القديمه. عرف المصريين صناعه الاساطيل البحريه لاغراض تجاريه، فقد ارسل الملك سنفرو اسطولا بحريا الى فينيقيا لجلب خشب الارز. الله ينور عليك يا قلبي. يبقى انت كده خلصت معانا تحليل شهر نوفمبر، وهستنى بقى سيادتك في الاسئله نحلها سوا، ويا ريت انت تحلها الاول وتراجعها معايا. بعد بقى يا قلبي ما شفنا المراجعه، جينا بقى عشان ناخدوا الثلاث نماذج بتوع كتاب الاضواء اللي اتفقنا عليهم، لان بامانه افكار حلوه قوي. يلا بينا ونشرح واحنا بنشتغل. بص يا قلبي، الراجل قال لك اولا تستخدم الدولة المصرية حاليا استراتيجية. مالها بقى الاستراتيجية اللي بتستخدمها الدولة؟ بص يا قلبي بقى، قال لك لزيادة مساحة الأرض الزراعية، حلو، لزيادة الإنتاج الزراعي، حلو، وده من خلال استصلاح 1.5 مليون فدان. خليك فاكر الكلمة دي. طبقت مصر الفرعونية هذه الاستراتيجية في عهد ايه؟ أنا فاكر الملك اللي بنى لي مشروع مهم قوي كان اسمه الملك مين؟ برافو عليك، الملك ابن محات الثالث اللي بنى سد اللاهون وزرعنا 27,000 فدان. الملك ده بقى يرجع للدولة ايه؟ عصر عتيق، دولة وسطى، عصر انتقال أول، عصر انتقال تاني. هنا أنا بدور على مين عشان تفهم بنحل ازاي؟ بدور على ابن محات التالت. حلو، أقول لك تمام. فانا وانت عارفين ان المحات الثالث يرجع الى عصر الدوله الوسطى، يبقى كده اول حاجه عندنا هي عصر الدوله الوسطى. خش على الفكره الثانيه. الراجل قال لك يا قلبي التدبير نصف المعيشه، لسه واخدينها في التحليل والله. طبق المصري القديم هذه المقوله في انشاء الترع والقنوات، في زراعه الكتان، تخفيض ملكيه الاراضي. اقول له لا، في انشاء الصوامع، لان الصوامع كانت لتخزين الغلال. يبقى الصوامع كانت يا قلبي لتخزين الغلال، يبقى كده انا بشيل عشان ادبر معيشتي. طب تمام يا مستر، هيجي يسألك سؤال تاني ويقول لك اعطى الملك في مصر القديمة وزيره بعض السلطات، ومنها اقول لك بص بقى، هل الوزير كان عنده سلطة عسكرية؟ اقول له لا، يبقى دي ما تنفعش، الوزير ما كانش قائد جيش. هل الوزير كان عنده سلطة دينية؟ قال لي لا يا مستر، ما كانش عنده سلطة دينية. هل الوزير كان عنده سلطة دينية؟ برضه لا، انما الوزير كان عنده تشريعية وتنفيذية. تنفيذية لانه رئيس الإدارة المركزية وكبير القضاة، وكمان تشريعية لانه كان له الحق في اصدار المراسيم من مين بقى يا مستر؟ قال لي بتفويض من الملك. السؤال اللي بعده يا قلبي سينا 4. هيجي يسألك سؤال ويقول لك ارتبطت ممارسة المصريين القدماء لصيد الأسماك بعوامل. أنا هنا بتكلم عن صيد الأسماك يا بطل. هل العوامل سياسية؟ لا، أنا فاكر إن الأسماك اجتماعية واقتصادية. ليه اجتماعية واقتصادية؟ هقول لك بص يا سيدي. اجتماعية لأن اللي مارسها الطبقة الفقيرة، فأنت كده عرفتني إن دي اجتماعية. واقتصادية لأنها كانت وسيلة لكسب الرزق أو العيش. طب تمام. سين 5 بقى بطل. اتبع الملك تحتمس الثالث مع أمراء آسيا والقبائل في آسيا سياسة القوى الناعمة. ايه الدليل على ذلك بقى؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك والله الدليل على ذلك هل انتصروا عليهم في عدة معارك؟ ما هو ده مش قوة ناعمة، دي قوة عسكرية. نشر الفئة العسكرية لحدودهم برضه قوة عسكرية. عدم تبادل الزيارات الرسمية برضه قوة عسكرية. إقامة روابط ثقافية واجتماعية، أيوه هي دي اللي هي مستر. قال لي هو إقامة روابط ثقافية واجتماعية، يعني احنا ممكن نتجوز من بعض، ممكن نتبادل الثقافات، يبقى دي على طول يا شباب تعتبر قوة ناعمة. ما استخدمناش السلاح، يبقى قوة ناعمة. سين 6 يا قلبي في النموذج الأول. قال لك من خلال، نمسح لك بقى القصة التعبانة دي. بص بقى يا سيدي، قال لك من خلال أسماء التالية للشخصيات النسائية في مصر الفرعونية، اختار المختلف منهما من حيث الدور التي قامت به كل منهما. أنا أسماء هتجيلي لشخصيات نسائية، عايز اسم مختلف. قال لك والله ممكن تكون الملكة حتشبسوت، دي كانت ملكة للبلاد. ماشي يا مستر. طب الملكة يا حتب، أنا فاكر إن دي شجعت ابنيها أحمس وكاموس ضد الهكسوس. طب الملكة تيتي تشيري دي المفروض ان هي تكون جدة الملك احمس وبرضه شجعته. مين الاسم المختلف؟ قال لي ميرت اتون، يبقى اختار ميرت اتون. اخترتها بناء على ايه؟ المفروض ان دي كانت كاتبة، ميرت اتون كانت كاتبة، يبقى ميرت اتون على طول. قال لي تتشابه لعبة الشطرنج الحالية مع ألعاب التفكير في مصر الفرعونية، ويدل على أن حضارة مصر الفرعونية اتسمت، بيقول الشطرنج دلوقتي، بألعاب التفكير أيام زمان. يبقى ده دل على إيه يا شباب؟ برافو عليك، على الاستمرارية. ده من زمان بنلعبها لحد النهاردة. زي ما يجي يقول لك كان من أشهر المحاصيل عند المصري القديم الكتان والقطن في صناعة الملابس، ولا زال المصريين الحاليين
يزرعون الكتان والقطن، اقول له برضه بتدل على الاستمراريه. خش بقى يا قلبي على الاسئله المقاليه. بص بقى السؤال بيقول لك ايه يا حبيبي، وركز معايا بقى واحده واحده. الراجل قال لك أي بالأدلة التاريخية كل مما يأتي شكلت حدود مصر الشمالية والشرقية أمالها الشمالية الشرقية بقى، قال لي خطر كبير على مصر خلال تاريخها الفرعوني. فأنت هتكتب له في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الثاني وعصر الدولة الحديثة. تعال أقول لك في عصر الدولة القديمة يا ترى إيه اللي حصل؟ في عصر الانتقال الثاني اقول لك ايه اللي حصل. بص يا قلبي بقى، عصر الدوله القديمه اقول له تعرضت مصر لهجمات من قبائل فلسطين، فاستطاع القائد ويني هزيمتهم. يبقى استطاع القائد ويني يا شباب هزيمتهم. اما في عصر الانتقال الثاني يجيب لك لون تاني عشان تشوف، تعرضت مصر لغزو الهكسوس في عصر الانتقال الثاني يا شباب، في عصر الانتقال الثاني. اما في عصر الدوله الحديثه فمصر هتتعرض لعده اخطار، ومنها تحالف الحيثيين مع امراء سوريا، ومنها تحالف بعض امراء اسيا ضد الملك سواء كان تحتمس الثالث او رمسيس الثالث. وهنا يبقى عندي معركتين، معركه مجد ومعركه قادش. فهمت يا شباب؟ يبقى انا كده خدت الحدود الشماليه الشرقيه وقلت له في القديمه جالي كذا، في الحديث في الانتقال الثاني جالي كذا، وفي الحديث انا مليتها لك عشان بس ما عنديش مساحه. طيب تمام مستر. سين 2، ايه السبب اللي هيخلي المصريين يا مستر يبني المساكن بتاعتهم في اماكن مرتفعه؟ اقول له بص، ليه مكان مرتفع بعيد عن نهر النيل او وادي النيل؟ اقول له لتكون بعيده عن خطر الفيضان. الله ينور عليك يا جميل. طب السؤال اللي بعده، السؤال التالت بقى يا قلبي هيقول لك ما العلاقه بين حسن اختيار الفرعون للوزير؟ بص يا قلبي، لو قال لك حسن اختيار الفرعون للوزير وتحقيق العداله في مصر الفرعونيه، اقول له بص بقى، هقول له العلاقه ان تحقيق العدل يرتبط بحسن اختيار الوزير. يبقى اقول له العلاقه ان تحقيق العدل، ماله بقى تحقيق العدل؟ اقول له ان تحقيق العدل يرتبط بحسن اختيار الوزير لأنه كبير القضاة، لأنه كبير القضاة. فلو اختار أو لو اختار الفرعون الوزير بشكل غير جيد أو سيء لم يحقق العدل. يعني القصة انت هتقول له كلمتين كده يا قلبي، ان اختيار الوزير وتحقيق العدالة في مصر، ان الوزير ده لازم يتم اختياره، يجب ان يرتبط العدل باختيار او بحسن اختيار الوزير لانه كبير القضاء. فلو الفرعون اختاره بشكل سيء لم يحقق العدل وسيتم ظلم الناس. ده يا قلبي كده النموذج الاول. يلا بينا بقى نخش على النموذج الثاني بتاعنا حته حته وخطوه خطوه. بص يا قلبي بقى، قال لك النموذج الثاني بقى، والنموذج يا قلبي الثاني بيقول لي اول حاجه كانت معت احدى المعبودات المصريه وكانت شعار للمحاكم المصريه. في ضوء هذه العباره حدد اي من عناصر مصر الفرعونيه مسؤوله عن تطبيق هذا الشعار. بص هو قال لك جمله انت مش هتسمعها قبل كده. عندهم معبوده اسمها معت، دي كانت الهه او شعار المحاكم، يعني الهه العدل عندهم. اي عنصر في مصر الفرعونيه كان مسؤول عن تطبيق العدل؟ هيقول لك الملك، الوزير، الفرعون، الكلام ده كله انا لسه قايلها لك دلوقتي. الوزير لان الوزير كان كبير القضاة. خلي بالك بقى. سين 2، سعى ملوك مصر الوسطى لتحقيق العداله الاجتماعيه. الملوك بتوع مصر الوسطى يسعوا لتحقيق العداله الاجتماعيه، قال لك من خلال ايه؟ انا فاكر من خلال منتحتب الثاني والناس دي اصدار القوانين والتشريعات. اما سين 3 بقى هيقول لك سين 3 من خلال النص المقابل حدد الاسماء التاليه التي قامت دور بمصر الفرعونيه خلال معركه التحرير. طيب قول لي
تختص إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية في وقتنا الحالي بالحالة النفسية للقوات المسلحة، وتختص بعدة مهام ومنها التأمين النفسي للأفراد وتقديم التوصيات حتى يكون الأفراد في حالة معنوية جيدة. مين الملكتين أو مين الناس اللي هم يا شباب هيبتدوا إن هم يعملوا ده؟ أقول لك والله الملكة آية حطب وأنت مغمض. ليه يا حطب؟ لأن دي شجعت ابنها أحمس وكامس على مواجهة القتال ضد الهكسوس بعد وفاة أبيهم. سينا 4. أي الإدارات يا شباب، أي الإدارات العامة في مصر الفرعونية تتشابه في مهامها مع وزارة المالية. أقول له الإدارات العامة، هل هي بقى مستر إدارة الأشغال؟ هل هي إدارة مخازن الغلال؟ هل إدارة الخزانة العامة؟ أقول لك لا، دي إدارة الخزانة العامة. ليه إدارة الخزانة العامة؟ قال لك بص يا قلبي، إدارة الخزانة العامة علشان إدارة الخزانة العامة هي الإدارة اللي هي يا شباب الله ينور علينا، يبقى هي الاداره اللي احنا هنبتدي نشيل فيها فلوس الدوله او مخازن الدوله، عشان كده اسمها خزانه عامه. دلوقتي دي اتشالت، ما فيش حاجه اسمها خزانه عامه، في حاجه اسمها وزاره الماليه واللي تبعها البنك المركزي. س 5. يعد ضمن أهمية دراسة علم التاريخ أن القدوة الصالحة والشعور بالمسؤولية. حلو، يبقى أنا بيديني قدوة صالحة وشعور بالمسؤولية. أنا من ملوك مصر الفرعونية يمكن أن تنطبق عليه تلك الأهمية. هقول لك والله بص بقى، هقول له الملك أحمس. ليه؟ لأن الملك أحمس ناضل وتحمل مسؤولية الاحتلال البلاد ودافع عن بلده وطرد الهكسوس. س 6 قلبي. من القوانين حلم محب، القوانين اللي عملها لنا حلم محب، معاقبة من يقوم ما يقوم به موظفو الضرائب من تلاعب. في ضوء العبارة السابقة نستنتج أن بعض قوانين حلم محب هدفت للقضاء على، افتكر بقى معايا كده، قوانين حلم محب عملت إيه؟ هل حلم محب قضت على نفوس حكام الأقاليم؟ بس استنى، قال لك معاقبة من يقوم به موظفو الضرائب من تلاعب، يعني الناس اللي بيسرقوا فلوس الدولة. هل ده القضاء على نفوس حكام الأقاليم؟ لأ. هل نفوذ الكهنة؟ لأ. هل تباعد اجتماعي؟ لأ. إهدار المال العام؟ هتكون الإجابة إهدار المال العام. 7. أمامك جزء من خطاب الملك إلى وزيره: عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه، والمقرب من الملك كالبعيد عنه، والأمير الذي يفعل ذلك سيستمر في هذا المكان أينما كان شأنه في الدولة. قال لك يطلب الملك من وزيره تطبيق ايه يا قلبي؟ بيقول لك عامل من تعرفه معامله من لا تعرفه. كل سنه وانت طيب، ما تفكرش، العدل لازم ابقى عادل مع الناس كلها، اللي اعرفه زي اللي ما اعرفوش. طيب يا مستر، هيجي يقول لي اجب عن الاسئله التاليه او اثبت مصداقيه العباره التاليه: لم يكن تحقيق العداله الاجتماعيه قائم على السلطه الحاكمه فقط. ما كانش تحقيق العداله الاجتماعيه قائم على السلطه الحاكمه فقط. عباره صادقه ولا غير صادقه؟ هقول له بص بقى، هقول له اولا دي عباره صادقه. ليه بقى؟ لان كانت بجانب السلطه نصائح الحكماء التي واجهت الرشوه والمحسوبيه ودور المجتمع المدني في محاربه الفساد. بس عايز اقول لك على حاجه، ده كده درس الحياه الاجتماعيه يا قلبي، واحنا الحياه الاجتماعيه مش داخله معانا في المراجعه كمحافظه اسكندريه، مش داخله معانا. فسيب السؤال ده، خد السؤال اللي بعده: كانت للدولة المصرية دور فعال في تنمية الصناعة. أكيد أنا عايز دور الدولة في تنمية الصناعة. هل دي العبارة صادقة ولا غير صادقة؟ أقول له أولا العبارة صادقة، واحكي له بقى الدولة عملت إيه في الصناعة. أقول له والله العظيم العبارة صادقة، حيث أن الدولة ليها دور في الصناعة، حيث قامت بالاهتمام بالمناجم والمحاجر وتأمين البعثات التعدينية. فعشان كده بنطلع المعادن، والمعادن يا شباب بتخش في الصناعة. وكمان إعطاء العمال حقوقهم كاملة. وكمان أقدر أقول له الحقوق دي كانت عبارة عن عينات أو مخصصات عينية. الله ينور عليك يا بطل. خش على السؤال اللي بعده. س 3: كان للدين أثر واضح في حياة المصريين من حيث السياسة. طالما جاب لي دين مع السياسة ما تفكرش كتير، خش وانت مغمض يا قلبي واكتب له كده بمنتهى البساطة: حيث أن المصريين اعتنقوا مبدأ الملكية المقدسة، فكانوا ينظرون
نبقى نقول تاني كانوا ينظرون للفرعون على أنه إله يسير على الأرض بيده كل السلطات ويدير شؤون البلاد. يعني أنا بحكي له القصة بتاعت الفرعون، لأنه كان يدير شؤون البلاد فكان في يده كل من السلطتين، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية. الله ينور عليك يا قلبي. كده يبقى أنا وأنت خلاص خلصنا النموذج التاني. يلا بينا يا قلبي نخش على النموذج التالت. بص بقى، قال لك النموذج التالت هنيجي نتكلم في اختيارات أول حاجة في النموذج. الراجل هيجي يقول لك يا قلبي أول سؤال: كان من أهم أعمال الملك سنوسرت الثالث. أنا عارف إن سنوسرت دولة وسطى، إصلاحات إدارية كده، أنا بتكلم عن الإصلاح الإداري، إصلاح إداري. فترتب على ذلك أقول له نهوض مستوى الإدارة المركزية. ليه يا مستر اخترتها على طول؟ ده أنت حتى ما فكرتش. بص يا قلبي صلي على النبي، الملك ده عمل ايه؟ الراجل ده قال لك انا عايز اجعل القوى المركزيه هي اللي مسيطره، يبقى لازم اقلل نفوس حكام الاقاليم، لان انا عارف ان الملك والحكومه المركزيه علاقه عكسيه مع حكام الاقاليم. فالراجل لما يعمل اصلاحات اداريه يبقى بينهض بالمركزيه. تخش على السؤال اللي بعده. سين 2 يا قلبي، هيقول لك اضطرت مصر الفرعونية لاستيراد المواد الخام لعدم توفرها. تنطبق هذه المقولة في مصر القديمة. المصري استورد المواد الخام اللي مش موجودة في صناعة ايه؟ اقول له صناعة الاخشاب طبعا، لان مصر القديمة خد بالك ما كانش عندها صناعة اخشاب. مصر القديمة ما كانش عندها صناعة اخشاب. امال ايه يا مستر؟ قال لي كانت بتستوردها من فينيقيا زي الملك سنفرو، او حتى من بلاد بونت زي الملك حتشبسوت، او حتى من شمال السودان. سين 3 يا قلبي، هيجي يقول لك بالراحه كده سين 3. هيجي يقول لي يا شباب كان حرخوف اعظم الرحاله في الدوله القديمه، واشهر رحلاته كانت الى الجنوب، وكان ذلك يدل على اهتمام مصر بايه يا قلبي؟ هل بنشر العقيده الاتونيه؟ اقول لك حرخوف دوله قديمه، اتون اصلا كان لسه ما جاش، لان اتونيه في الحديثه. تنمية التجارة مع أفريقيا، رحلات في دولة قديمة للجنوب، صدق دي تنفع؟ بس استنى، استعمار البلاد لا، تأمين حدود شمالية ازاي وهو نزل للجنوب؟ يبقى تنمية التجارة مع أفريقيا. خش لنا بقى يا قلبي على السؤال اللي بعده. هيجي يسألك سؤال ويقول لك بعد كام أول ثورة اجتماعية 4 تغير نظرة المصريين القدماء إلى الفرعون باعتباره حاكما من واجباته أن يهتم بمصالحهم ويعبر عن طموحاتهم وآمالهم. قال لك العبارة السابقة دي تعني، بص بقى، بعد قيام الثورة الاجتماعية الأولى نظر المصريين إلى الفرعون على أساس أنه حاكما. يبقى على طول يا شباب طالما الفرعون هيبقى حاكم يخلي باله من شعبه ويعبر عن طموحهم وأملهم، أكيد ده مش إهمال فصل سلطات، أكيد ده مش مبدأ الدكتاتورية، أكيد ده مش الحق فوق أو القوة فوق الحق، ده الأمة مصدر السلطة. سين 5 قال لك سين 5 يا بطل كانت أول ثورة اجتماعية في تاريخ مصر. مالها بقى؟ قال لي في مصر الفرعونية كانت سبب في ظهور جيل ماله؟ جيل يتسم بإيه؟ والله أول ثورة اجتماعية في تاريخ مصر كانت سبب في ظهور جيل اعتز بنفسه وقدرته، ما كانش متواضع ولا خاضع ولا استسلام، ما كانش عنده ثقة مطلقة في الفرعون، ما كانش معتمد على العلاقات والمصالح. سين 6 كان لمحمد علي باشا الفضل في تأسيس جيش مصر النظامي، ولكن سبق قبل ذلك في تاريخ مصر. عايز اسم الملك اللي كان بيهتم بمصر الفرعونية بإنشاء جيش قوي وجيش منظم. تعال نفتكر كده، الملك نخاو الثاني ده كان ملك اكتشافي، وكان عنده الجيش اصلا اللي احمس عمله. امنحتب الرابع اهتم بالدين، اخناتون ثوره دينيه. بيبي الثاني كان ضعيف، يبقى فاضل لك بيبي الاول. انا افتكرت يا مستر مش ده بتاع القائد ويني اللي عمل بواكير الجيش؟ اقول لك صح. سين 7 تهدف الحكمة المقابلة إلى تطبيق أي من القيم التالية. الحكمة بتقول من يعمل بالنهار كله لا ينعم بلحظة متعة، ومن يقضي يومه كله في اللهو واللعب لا يجد قوت يومه. كده أنا عايز أعرف إيه الحكمة دي؟ ما تشتغلش كتير وما تلعبش كتير، يبقى أعمل توازن يا معلمين. كده مثلا انا خلصت الاختيارات، هسيبك بقى ال3 اسئله المقالي دول تحلهم وتتالق بقى من خلال مذاكرتك للدرس. واشوفكم على خير. ما تنسوش تطمنونا في البوست اللي هينزل، طمنونا عليكم في الامتحان. اشوفكم على خير ونشوفكم في مراجعات جديده باذن الله.